السلام عليكم. بلا شك شفتوا التقديم اللي دارته الوداد النجم العالمي حكيم زياش. تقديم من المستوى العالي، تقديم ما عمرو دار في المغرب، تقديم استعرضت فيه الاداره الاعلاميه للوداد العضلات ديالها، تقديم عن طريقه الافلام السينمائيه دو ويزارد لو سورسيي او ما يصطلح عليه باللغه العربيه الساحر. وكيف ما غنشوفوا في التقديم اللي دارته الوداد واللي كيتحدث على انه في عالم كان مليء بالسحره كان ساحر واحد كل شيء يخاف منه، يكفي انه يلمس الكره والارواح ديال القدماء كتنوض باش تفرج فيه. ملي كنتكلموا هنا على ارواح القدماء بلا شك كنتحدثوا على النجوم السابقين لنادي الوداد الرياضي رحمه الله عليهم، الشتوكي، عبد السلام، دريس، والقائمه طويله. القوه اللي كانت عنده ما كانت عند حتى ساحر اخر، القميص، المهارات، المراوغات، الاهداف وحتى التمريرات الحاسمه. الساحر ديالنا ما كانش خاصو عصا سحريه او تعويذات سريه، بل كان خاصو يشد فقط الكره في رجليه. هنا كنشوفوا الكره السحريه، الكره اللي كيشوفوا فيها السحاره في الافلام. كل شيء رقم تقني استعرض جميع الفرق الاوروبيه اللي لعب ليها زياش. القوه الحقيقيه ما كانش غير في السحر، اللاعب اللي كان بدون فريق ما كانش كيقلب على القوه، بل كان كيقلب على العراقه، كان كيقلب على العزيمه وفريق كيقاتل بامل وكيامن باللي كره القدم اكثر من مجرد اداه، بل ان الكره عندها روح، وهذا الروح هي اللي خلات الساحر زياش يمضي مع الوداد. روح العائله. نجاح زياش مع الوداد بدا قبل ما يلعب اولى مقابلات ديالو. اخيرا هنا ديبا وداد.